شيلة مقدمة من أبو مالك لطف عسكر يوجهها إلى إخوانه عامة وإلى أخيها المقداد عسكر خاصة. أداء الشاعر أبو تميم سند، تسجيلات أنغام يريد. أبو مالك مكاني أسد، ما وطيت راسي لحد، تشهد لي ربوع البلد بالتقدير والاحترام، ما بخضع ولا بنحني إلا للكريم الغني، يا رحمن إله انتني يا منزل مزون الغمام، رافع هامتي للسماء أرمي من علي رمى، والخاين جعل له عمى أعوج دايما ما استقام، لكن الشقيق باعني بي كنت أمنه خانني، لا وادي السباع ساقني صوب نحو أخوها السهام، ضاع الود ضاع الرخاء مسكين من بأخوها انتخى، قد باعه بوقت الرخاء والشدة يزيد انتقام، وانا كنت اعزه واصون واحطه بوسط العيون، ما ظنيت خيلي يخون ويزيد بالخيانة اهتمام، راسي مرتفع يا اخوتي لي عزي ولي نخوتي، ما بشكي لكم حالتي واتكلم معاكم كلام، مشتي منكم راس مال رزح الاخ اخوه يا رجال، يشمخ به شموخ الجبال مثل النور وسط الظلام، شفت الاخ قد باع اخوه خرب كل ما قد بنوه، والتاريخ ذي سجلوه حسنه قد تناثر حطام، يا اخي ليش ضيقتني من بعد الثقة خنتني، من بعد الوفا بعتني والدنيا عليها السلام، لو صدقتني يا أخي لما كنت فيك انتخي، ما حبل الأخوة رخي في كل المهام الجسام، أنطق بالحقيقة وأقول واحسبها مع أهل العقول، بالباطل تعز الفسول وتهين النشام الكرام، وبحالته في خطر وكلكم على ما صدر، ما جا منكم له خبر بعد امي على بي حرام، رد امي لبي يا اخوتي تكمل بالحياة فرحتي، ما دام جمعهم راحتي يكفي تفرقه وانقسام، جمع امي وبي مطلبي لاجلك صبر ضمي وبي، وارضي ربنا والنبي خير الخلق مسك الختام، خير الخلق مسك الختام.